عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم في احوال طيبه وفي صحه جيده. مرحبا بكم في عالم شيماء، عالم الوصفات الاقتصاديه والسريعه. اول حاجه قبل ما نشارك معكم الوصفه ديال اليوم، كنبغي نشكركم بزاف. كنبغي نشكر الناس اللي كيراسلوني في الانستغرام باستمرار وكيسولوا عليا شيماء فين غبرتي. ففعلا انا غبرت مده طويله، وشكرا لكم بزاف على السؤال ديالكم، فهذا شرف ليا كبير. وشكرا، ما عرفتش كيفاش غادي ندير نشكركم، ولكن تنقول لكم شكرا لكم بزاف على السؤال ديالكم ليا. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفه ديال الدواره او التقليه. غادي نشارك الطريقه ديالي انا فقط، غنشارك الطريقه كيفاش كنطيبها انا. كنتمنى تعجبكم وكنتمنى الفيديو يعجبكم. اول حاجه خديت الدواره ديالي طبعا اللي مغسوله مزيان. انا كنغسلها بالملحه والحامض وشويه ديال الخل، فما كنستعمل ما كنسلقهاش. فصراحه ما كتعجبنيش الطريقه ديال انها تسلق، فقط الا غسلناها بالملحه والحامض بزاف ديال المرات، تقريبا كنرقدوها حتى 3 4 ديال المرات، فراه كتجينا زوينه. فبالنسبه للتقطيع كما شفتوا انا كنقطعها شويه كببره، لان كما كنعرفوا الدواره فاش كطيب راه كتولي صغيره، يعني تبقى باينه شي شويه، نعرفوا الطريفات اللي كناكلو ديالاش. عندي هنايا حبه ديال البصله كبيره مشلضه رقيقه، كذلك عندي حبه ديال المطيشه اللي محكوكه. عندي هنايا شويه ديال المعدنوس، انا هنايا دقيته مع 2 فصوص ديال الثومه يكونوا متوسطين كما شفتوا معايا. انا هنا دقيتهم وغادي نضيفهم للطنجره ديالنا. بالنسبه للتوابل فانا كندير سكينجبير، فتقريبا هنايا كندير معلقه ونص على حسب الحجم ديال الدواره اللي عندنا، واش كبيره ولا صغيره. فانا هاد الكميه اللي عندي هذه غادي نستعمل ليها معلقه ونص ديال السكينجبير، كذلك معلقه ونص ديال الابزار، معلقه ونص ديال الكمون، كذلك معلقه ونص ديال الخرقوم البلدي، ومعلقه ونص ديال الفلفل الاحمر. فبالنسبه للملون الغذائي فانا ما كنضيفوش، لانني استعملت الخرقوم البلدي يعني نوعيه جيده، فما غاديش نحتاج انني نستعمل ملون. كذلك كنتفاداو ما امكن اننا نستعملوا الملون الغذائي في الطيب ديالنا بصفه عامه. عندي هنايا مغرفه ديال الزيت الروميه، كذلك مغرفه ديال الزيت البلديه، فتقريبا المغرفه هنا تقريبا فيها 3 المعالق كبار ديال الزيت. درت 3 المعالق كبار ديال الزيت البلديه و3 المعالق كبار ديال الزيت الروميه. فكما كتشوفوا ما كنضيفوش الزيت بكميه كثيره، لانه كما كنعرفوا الدواره فيها الشحمه ديالها. كذلك بالنسبه للملحه فانا درت طريقه ديال الملحه، ما درتش الملحه بكميه كثيره على وديت ان الدواره ديالي غسلاها بالملحه، يعني هي متشربه الملحه بما فيه الكفايه. يعني من الافضل اننا يا اما ما نديروش في خطره الملحه اولا نديرو بكميه قليله، فحتى طيب وديك الساعات نذوقوا لقيناها مالحه، هي هذيك لقيناها ناقصه غنزيدو لها شويه د الملحه. فإلا كنتو كتغسلوها بالملحه والحامض كما كندير انا، فحاولوا ما امكن ما ديروش الملحه لان غادي تجيكم مالحه. هنايا من بعد خليت الدواره ديالي كتقلى واحد شويه، من بعد بديت كنرويها بالماء. طبعا غليت الماء اللي كان عندي سخون وضفت ليها الماء طايب وخليتها كتغلي واحد شويه. من بعد غادي نزيد عليها. بالنسبه للكميه ديال الماء فانا كنضيف الكميه اللي تغطى ليا هذيك الدواره اللي عندي، ما نديروش الماء بزاف وما نديروش عاوتاني شويه. وغادي نقفلوا عليها هنايا الطنجره ديالنا، وغادي نخليوها على بوطه تكون متوسطه، ما تكونش مجهده بزاف باش ما تحرقش لينا، وكذلك ما تكونش قليله عاوتاني بزاف، تكون متوسطه. وغادي نقفلوا عليها وغادي نخليوها. فتقريبا المده اللي غادي نحتاجو باش طيب لينا تقريبا واحد 30 دقيقه حتى ل 40 دقيقه، كتكون الدواره ديالنا طايبه، كتجينا حساب كما كنقولوا. فكما كتشوفوا المريقه ديالها كتجينا خاتره زوينه، فانا ما محتاجيت لا نقليها لا حتى شي حاجه، يعني جات هي هذيك عباره. وكنقدموها بحال هكا مع طريفات ديال الحامض مصير اولا الزيتون كنرموه فيها ملي كتكون كطيب. انا صراحه ما كيعجبنيش نضيف ليها الزيتون، كتعجبني تبقى بحال هكايا. كنتمنى تعجبكم الوصفه. انا شخصيا كتحمقني الدواره، كتعجبني بزاف. كنتمنى كذلك العشاق ديال الدواره يكون يعجبهم الفيديو، ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله مع وصفه جديده. خليت لكم راحه الله، الى اللقاء.